بسم الله وعلى بركة الله انطلقت القمة بين الهلال والنصر هنا في استاد الملك فهد بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض. تحياتي معلقا وواصفا لهذا اللقاء عامر عبد الله المري عبر الرياضية السعودية. كرة ملعوبة للنصر قد تكون لباستوس، لعبها لخالد الزيلعي مشاه لحسني عبد ربه سبق وللمصريين ان توجوا مع الهلال، لو تذكرون المهاجم المصري اللي توج معاهم في مباراة الوحدة. لكن تشوف خالد الزيلعي بمار كرة للنصر في مكان سليم يتقدم، ولكن أوزية بيخلصها الى ضربة ركنية. ضربة ركنية هي الأولى في المباراة بعد أن مرت أول 4 دقائق ونلعب في الدقيقة الخامسة. أول ضربة ركنية في النهائي الآن لمصلحة النصر. حسني عبد ربه اللي فارس نجد، حسني بيلعبها عالية وعرضية، الكرة راسية من السلاوي بتعدي لخارج الملعب. ضربة مرمى أولى المحاولات في المباراة عدت كرة محمد السلاوي، وهذا كارينو الذي يظهر امامكم خوسيه دانيال كارينو ابن 49 سنة، الحكم الاورجواياني، كان لاعب على فكرة لاعب مهاجم ودرب ديبورتيفو بالستينو، هذا نادي الاشقاء الفلسطينيين في تشيلي. كرة بالخطأ من سلمان تصل لباستوس، بيلعبها ممتازة لخالد الزيلعي على الجانب الايمن لمصلحة النصر. كرة ملعوبة من الزيلعي امامية، الكرة باتجاه باستوس ويسقط في اللقطة الماضية، والحكم كانت زاوية الرؤية بالنسبة له واضحة وأشار على الاستمرارية. طبعا في احتياط النصر موجود اللاعب اليوناني اللي أثيرت يعني الكثير من الأقاويل حول مشاركته من عدمها. حضارة، نعم حضارة، مباراة تجمع بين فريقي العاصمة من سنين ونحن نسمعها بين الهلال والنصر مع كامل الاحترام لكل القمم، لكن يتكلمون عن هذا الديربي اللي ما حضر في النهائيات منذ فترة. للهلال الآن ضربة ركنية، شلهوب بيلعبها عالية وعرضية، السلام! أوزية، لكن العنزي صامد. أوزية يقول للعنزي مو بعليه. أوزية كاد أن يسجل ويفرح زلاتكو، ولكن عبد الله العنزي احد نجوم حراسة المرمى في هذا الموسم في الكرة السعودية، يتصدى بشكل رائع. اول تهديد في المباراة ياتي الان من الهلال مرة اخرى. الشلوب على تنفيذه عالية عرضية امام المرمى، يا سلام العنزي، وبالله صدره وسيع الا ايده ما شاء الله وسيعة. كرة بتلعب بيحضن عليها حسين عبد الغني، بيخليها تخرج الى خارج الملعب. رمي التماس لمصلحة النصر. اللعبت حسين عبد الغني، كرة لخارج الملعب مرة أخرى. نهائيات جمعت بين الفريقين، يعني أول نهائي الدوري التنشيطي في عام 75 في الملز، يا كرة أبعدها عبد الله العنزي في أجمل لقطات المباراة في الملز عام 75 هاي دوري، بعد انطلاقة رائعة بتكنيك عالي من باستوس. لو يعيد المخرج بالبداية كيفية أخذ الكرة بالقدم اليسرى، وبعد ذلك التكنيك العالي في التقدم والانسيابية والرشاقة، ومن ثم توغل المرور من المدافع، ومجهود رائع جدا لباستوس. خطأ للنصر، هل يرد بهجمة خطرة مثل ما فعل الهلال؟ سنتابع ونشاهد وإنا من المنتظرين. خطأ لمصلحة فريق نادي النصر، خطأ للنصر. حسين عبد الغني على التنفيذ للنصر الآن. حسين بيلعبها عالية، بتعلو العارضة، اصطاد الكاميرا الموجودة هناك في الشباك الخارجية لمرمى عبد الله السديري في اللقطة الماضية. حسين حاول يباغت حارس المرمى ويلعبها مباشرة للمرمى، كانت في قمة الخطورة. يا كارينيو ضربة مرمى عالية وأمامية بتعدي منتصف الملعب. خطأ للهلال، شلهوب
صانع الخطورة الهلالية بيتركها لياسر الشهراني اللي بيلعبها. يا سلام، حلوة يا هلال، ذكية يا زعيم. في اللقطة الماضية المباغتة كانت ذكية للغاية فيها الدهاء الهلالي. تحدثت عن وجود لاعب مثل حسين عبد الغني. هنا اللقطة الأولى وهنا الثانية وهنا بعد ذلك لمسة اليد والخطأ الذي احتسب لمصلحة النصر على مشارف منطقة الجزاء. على مشارف منطقة الجزاء لمسة اليد واضحة، لكن احتجاج لاعبي الهلال على اللقطة اللي قبلها. هل باستوس دفع أوزية أم لا؟ عموما حسني عبد ربه، حسني عبد ربه، خطرة للنصر، خطرة للنصر، عبد ربه، حسني بيلعبها والكرة سهلة تماما بيحصلها حارس المرمى الحارس عبد الله السديري. تصرف غير سليم، الكرة وصلت سهلة وفرصة سانحة للنصر. الفرج وحسين الشاب والخبير، يا عيني يا شاب، يا عيني يا فرج، وجري بيجرب وبيسدد لكن بيحصلها حارس المرمى عبد الله العنزي. حصلها عبد الله العنزي وسيطر عليها. الحضور تجاوز 60,000 متفرج، المتعة منتظرة. باستوس سهلاوي يا متخصص يا ابني، زيد التخصص. محمد السهلاوي بيلعبها صعبة على بيسارة على يمين حارس المرمى، لكنها بتمر وبتعدي إلى ضربة مرمى. في محاولات، في متعة، في إثارة، في ندية، وفي حالة جيدة لمعظم اللاعبين في أرضية الملعب. يا نصر قبل فترة طويلة، كرة ملعوبة، حسين والشلهوب، يا سلام يا سلام، الله عليك يا ابو بندر، الله عليك يا الشلهوب، خبير على خبير. لكن الخبير الازرق محمد الشلهوب تقدم بشكل رائع، وعبد الله العنزي يتصدى، يتصدى. ضربة ركنية للهلال، ضربة ركنية للهلال. محمد الشلهوب على تنفيذ الضربة الركنية، عالية وعرضية، الكرة بتتخلص، بتعود مرة ثانية ممتازة لعلي محمد الشلهوب. راح تكون خطرة لمحمد اللي لا زال يحتفظ بالكرة، أعادها لسلمان الفرج، سلمان لم وسدد، وعبد الله العنزي يتصدى، يتصدى عبد الله العنزي. محاولات الهلال أكثر وأخطر، أكثر وأخطر. كرة بتلعب عالية وأمامية من عبد الله باتجاه الزيلعي، خدع فيها ياسر أنهي مواجهة مباشرة بينهم. الأولى نجح العنزي، أوزية الآن على التنفيذ، يتقدم وبيجرب، ولكن عبد الله ما شاء الله عليك يا العنزي. نقطة فرق. القرني، البيشي، سلطان، العنزي يحبط محاولات الهلال. العنزي نجوم حراسة المرمى في الكرة السعودية حاليا. عبد الله يا عبد الله، ما شاء الله عليك يا عبد الله، ما شاء الله عليك يا العنزي، كيف صدها البيشي اولا ووسلي ثانيا، والعنزي يتصدى لكل محاولات. مستوى كبير جدا. شايع شراحيلي لعبها لمحمد السهلاوي، لشايع عدم الاول، شايع راح من الثاني، يحاول شايع لا زال يحتفظ بالكره، مضايقه من لاعبي الهلال. كره ملعوبه لمحمد سلاوي، لكن القرنبي يغطي، والكره اللي خارج الملعب رمي تماس لصالح فريق نادي النصر. بعد وصول صاحب السمو الملكي الامير سلمان، كره للهلال امام المرمى، جول جول جول. الكره بتعدي الى ضربه ركنيه، الى ضربه ركنيه. طبعا وصل طبعا راعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، الذي سيحظى كل الرياضيين اليوم بتكريمه وبالسلام عليه كونه راعي هذه البطوله
ضربة ركنية الآن، نعود لوصف المباراة ولأحداثها. ضربة ركنية، كرة ملعوبة، شلهوب بيلعبها، بتتخلص بتاريخ مسابقة كأس ولي العهد هنا في المملكة العربية السعودية. كرة بيلعبها ولكن بيسيطر عليها حارس المرمى الحارس عبد الله الزديري، شوط الحراس الذي تميز من خلاله عبد الله العنزي ليكون نجم شوط المباراة الأول بلا منازع، بلا منازع من وجهة نظري الشخصية. كرة ملعوبة لحسني عبد ربه، بتعمل ايه؟ حسني يا حسني بيشوت وبيسدد، والكرة بتعدي الى خارج الملعب، هي ضربة مرمى. الوقت بدل الضائع هذا الشيء. دقيقتان مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، ولكن صمد عبد الله العنزي في كل المحاولات. النصر يتحصل على اخر المحاولات في شوط المباراة الاول، هي الاخيرة، هي الاخيرة. حسين بيلعبها عالية وامامية، الكرة الى ضربة ركنية معها صافرة السيد جيان لوكاروكي، معلن نهاية شوط المباراة الاول بين الهلال والنصر، والنصر والهلال على قمة الكرة السعودية.